الرواية دي غريبة جدا. ازيكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا ومراجعة جديدة. وخلينا قبل ما نبدأ المراجعة ونتكلم على الرواية دي، يمكن هو العنوان مختلف، رواية مش مشهورة، كاتب مش مشهور. خلينا نعرف ايه القصة حوالين الموضوع ده في البداية. وزي ما انتم عارفين دايما بيكون في مصداقية وشفافية بيننا وبين بعض. الرواية دي هي الكاتب شاب اسمه إبرام ويليام جرجس أو إبرام جرجس على طول، وهو دكتور، والرواية دي أظن هي روايته الأولى. الحقيقة الكاتب أو الدكتور اتواصل معايا وعرض عليا الرواية، قلت له اديني بس فرصة أقراها أو اديني الPDF بتاعت الرواية أقراها أخد فكرة عنها وأقول لك هل ممكن نتكلم عنها هنا في القناة أو نعرضها مع الأصدقاء ولا لأ. والحقيقة لما قريت الرواية في الأول كنت متخوف منها، وكان في شوية حاجات منها كده ومكنتش أكملها، بس حاولت إن أنا أديها فرصة تانية. والكلام ده يمكن هو ما يعرفوش، كان دايما بيسألني على الأخبار، كنت بقوله تمام. بس الرواية أخدت مني الأول قراءة أولية كده، أول 10 20 صفحة كنت بحاول أشوف نفسي معاها، ركنتها شوية وبعد كده قلت ليه ما اديهاش فرصة تانية وأكملها للآخر. والحقيقة الفرصة التانية كان في كلام برضو مختلف، او هل فضل معايا نفس الاحساس ولا لأ. خلينا بقى نخش جوه كده ونعرف ايه هي اصلا قصة الرواية، وكان ايه احساسي معاها، وايه الحاجات الكويسة اللي فيها، وايه الحاجات الوحشة اللي فيها. الرواية هي بعنوان عالم لا يغادر او عالم لا يغادر، تحت عنوان جانبي سيسيليا ماريا، ومن دار رسالتنا. الرواية كده ما نخش في قصتها على طول بعد ما اتكلمنا عن الكاتب وقصتي معاه. خلينا نتكلم على الرواية اللي بتتكلم على راهبة شابة في الأرجنتين اسمها سيسيليا ماريا، وده اللي كان جزء من عنوان الرواية. الراهبة الشابة دي بتعاني من مرض خبيث، مرض شديد جدا. وبنشوف بقى رحلتها ما بين المرض ورحلتها جوه الكنيسة، وإنها كراهبة بتعمل إيه. وان مش بس الناس لازم تكون على طول بتعاملك كويس عشان انت مريض، لكن كان في ناس وكان في راهبات الاكبر، كان بعض منهم او واحدة بالاخص كانت دايما مضطهداها وكانت بتعنفها دايما بشكل كبير. فضلنا في الأحداث دي وعرفنا إن سيسيليا ماريا من الناس المسؤولين عن ترجمة المخطوطات وترجمة الكتب هناك. ومن ضمن رحلتها في ترجمة المخطوطات ورحلتها في المقاومة للعلاج أو المرض بتاعها، مقاومة المرض وإنها تاخد العلاج، بنشوفها بتتحصل على مذكرات. بنشوفها بتتحصل على مذكرات الراهب زكريا الموجود في مصر، وبنعرف قصته، بنبقى ماشيين في الفصول ما بين حكاية ماريا وما بين حكاية الراهب زكريا اللي والده كان عايش في مصر واتجوز وخلف زكريا واخواته الآخرين، لكن في وقت ما بيسيبهم وبيتجه للرهبنة. وبعد فترة معينة مامته بتوجه زكريا ان هو كمان يروح يترهبن مع باباه، وبنشوف رحلة زكريا برضو في الكنيسة بتاعته في وادي النطرون. مقابل ليها حكاية سيسيليا على الجزء الثاني، وكأن سيسيليا هي اللي بتحكي لنا القصة دي. بنشوف بقى الصراع اللي بتواجهه زكريا، هل هو شبيه الصراع اللي بتواجهه سيسيليا ولا لأ، لحد ما بنوصل لنهاية القصة اللي بتكون خدنا منها رحلة عن 2 من الرهبان سواء في مصر أو في الأرجنتين، واللي الكاتب حاول يلقي الضوء عليهم بشكل كبير جدا. في كتير قوي في الرحلة لما تقرأ عن القصة دي، وهتتعرف على أشخاص حقيقيين، هتتعرف على رحلتهم، وهتبقى لو انت مهتم هتحب ان انت تروح تدور على الأشخاص دي فعلا. خلينا بقى ننتقل للجزء التاني بتاعنا واللي هنتكلم فيه شوية عن الرواية. الرواية ببساطة هي بتتكلم على شخصيتين حقيقيين بتحاول تسرد جزء من حياتهم أو المعاناة اللي كانوا بيعانوها، سواء سيسيليا أو زكريا، واللي هنعرف معاناته أكتر لما تقرأ القصة. طيب إيه اللي كان في الرواية كان مميز؟ هي فكرة عرض عن حياة أشخاص يمكن أنا كيسري معرفش عنهم، يمكن يكون شخص تاني يعرف عنهم، يمكن ده يكون نتيجة لاختلاف الأديان أو شيء قبيل ذلك. معرفش هل لو ليا أصدقاء من الديانة المسيحية يعرفوا عن الشخصيتين دول ولا لأ، أكيد يفيدوني ونعرف عنهم أكتر. الجميل كمان ان الرواية ممكن تكون واخدة اتجاه او طابع ديني شوية، لانها بتعرفك على شخصيات دينية من الديانة المسيحية. نيجي بقى على مستوى اللغة. اللغة لطيفة جدا بالنسبة للكاتب في أول مرة، لكن بالنسبة
فكرة ان انا زي ما بقول او بشوف دايما فكرة ان انا احطها تحت مصطلح الرواية، لان بشوف ان في كام عنصر مفتقدين شوية في العمل. الكاتب كان عايز يدخل يسرد الحياة وفي نفس الوقت يدخل فيها الدراما او الحبكة اللي ما كانتش ظاهرة بشكل قوي جدا بالنسبة لي، او ده اللي انا ما قدرتش اشوفه. لكن في المجمل كان الوضع لطيف ك كقصة. هو قدر يبني القصة او قدر يحكي الحكاية بشكل حلو، ويدخلك في ابعاد ليها من خلال ان سيسيليا هي اللي بتحكي لك حكاية او بتترجم لك قصة زكريا. فدي كانت نقطة تحسب للكاتب. في بعض الاحيان الراوي هرب من الكاتب. كان في بعض الاحيان تحس ان في راوي اخر هو اللي بيحكي القصة من منظور ابعد شوية، وفي وقت من الاوقات بتلاقي مرايا هي اللي بتحكي، وده كان ممكن يحصل في فقرتين ورا بعض. فالنقطة دي أحب إن هو ياخد باله منها في الأعمال اللي بعد كده. بالنسبة بقى للعمل وحجمه، فالعمل وحجمه يعتبر مناسب جدا، يعتبر حجم متوسط. رواية تعتبر من فئة الأقل من 200 صفحة بعدد صفحات بسيط جدا. كمجمل حكاية هو قدر يطلعنا من القصة أو الرواية بتاعته ويعرفنا على شخصيات مهمة جدا. تعبها بس زي ما قلنا نقطة الراوي هربت منه في أكتر من موقف أو أكتر من حدث. غير كده الرواية جميلة، مجملها جميل. لو انت عايز تتعرف على الشخصيات دي او حابب ان انت تعرف اكتر عن الديانة المسيحية مش بشكل كبير قوي، من خلال الاشخاص دي هتعرف من خلال القصة دي. ودي يا أصدقائي الأعزاء في نهاية حلقتنا كانت تجربة بالنسبة لي بقى مختلفة، وخليني أحكي لكم عليها. كانت تجربة مختلفة، تجربة جديدة. منها بنحاول نشجع الشباب الكتاب اللي بيكتبوا في أول مرة إن احنا نقدر نتكلم على أعمالهم ونبرز أعمالهم ونديها نوع من أنواع إلقاء الضوء عليها، ونعرفكم عليها. وانتم بقى دوركم ان انتوا تقولوا انها تستحق ولا لأ. وقولوا لي بقى دلوقتي لو شايفين اعمال لكتاب شباب تستحق ان احنا نقراها ونستعرضها هنا في حلقة لوحدها او في حلقات مجمعة، ان نقرا الكتير مجموعة من الشباب ونحاول نتكلم عنهم. واحاول الفترة الجاية ان انا اهتم بالقصة دي بشكل اكبر، واتمنى ان دي تكون بداية انطلاقة للموضوع ده. وفي النهاية يا أصدقاء، دعمكم للقناة مهم جدا. إن انتوا تشاركوا الحلقة مع أصحابكم، تعملوا لايك وشير وتشتركوا لو لسه مش مشتركين. أشوفكم دايما على خير. سلام.